هاي، اهلا بيكم في حلقه جديده من عايز اشتغل في دبي ازاي. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا. كل الناس بتسأل في الحته دي اللي هي عايز اسافر دبي. طيب امتى احسن وقت ليك ان انت تسافر؟ مش احسن وقت ان في دبي الدنيا عامله ايه، لا انت كشخص امتى تحس ان انت جاهز. خلينا نقول كده احسن، انت تحس ان انت جاهز ان انت تسافر. بص يا سيدي، علشان تكون جاهز ان انت تسافر، اول حاجه لازم تكون متخرج. لو عايز تسافر قبل التخرج دي فدبي مش مكانك، ممكن تروح مكان تاني، لان دبي هيفرق معاها قوي الشهاده. لا ومش كمان بس متخرج، يعني لو انت متخرج فريش فهتروح تلاقي شغل، بس هتلاقي شغل فريش، شغل اللي هو اصلا مش محتاج education، مش محتاج دراسة اصلا، مش محتاج يبقى معاك شهادة عشان تعمل الحاجة دي. ويتر في مطعم، دليفري، بياع، حاجة مش محتاجة اصلا كواليفيكيشن. فده الشغل، نوع الشغل اللي انت هتلاقيه. لكن هل انت هتتخرج على طول وانت لسه متخرج بقالكش شهرين تروح دبي تشتغل محاسب؟ اه، مش احسن حاجة خالص. طب هل انت خريج تجارة تشتغل محاسب، ولا خريج علوم تروح تشتغل ساينتست، ولا عايز تروح تشتغل مدرس وانت ما اشتغلتش اصلا اي حاجة في مصر؟ مستحيلة، مستحيلة جدا. خبرة مهمة جدا وانت في دبي. فانت تتخرج، اشتغل لك في مصر سنة سنتين، خلي معاك خبرة. لو مش خبرة دي مش بشهادة خبرة، خبرة ان انت فاهم الشغل بيتعمل ازاي، ان دي بتتعمل واحد اتنين تلاتة. ان انا طباخ فانا بعرف الريسيبي، الوصفة بتاعت الاكلة دي، ولا السندوتش ده، ولا الفراير بنحط البطاطس في الزيت قد ايه. لو انت محاسب فانت عارف يعني ايه ديبت وكريدت، وحطيت ايدك في شغل وعارف تشتغل على كويك بوكس، ولا مش عارف ايه برامج المحاسبة دي. لو انت مهندس فانت اشتغلت كذا حاجة. لكن الفريش فريش ده بيبقى صعب، صعب جدا ان انت تلاقي شغل. فاول حاجه لازم تكون متخرج، اول حاجه لازم يكون معاك خبره. بعد كده انجليزي، طبعا هقولها تاني، انجليزي مهم جدا. من غير انجليزي انت ولا حاجه في دبي. آه مش انجليزي مش لازم تبقى فلوينت، بس بتعرف تعبر عن نفسك وبتفهم اللي لو حد كلمك. غير كده المسؤوليات بقى، لو انت متجوز او مخلف الموضوع ده هيبقى تقيل عليك، لان انت ممكن تروح تقعد شهر 3 6 شهور وما تلاقيش شغل، او هتقعد الفتره دي كلها بتدور على اي شغل وخلاص، لان عندك التزامات في مصر. انت طول ما انت عندك التزامات بحاجه، فكرتك وانت بتدور هتبقى مختلفه، وهيبقى صعبان عليك اهلك اللي انت سايبهم لوحدهم، ومراتك عيت فراحت عند حماتك فاتخانقوا مع بعض. كل ده وانت قاعد في دبي اصلا المفروض تبقى مركز في ان انت تدور على شغل، وان انت تعيش هناك اصلا، يعني تسرفايف، تفضل عايش على قيد الحياه. فلو وراك اي التزامات في مصر، لا خلص التزاماتك الاول، قفل ورقك، قفل كل حاجه، سيب لهم فلوس يا جدعان. دي فلوس 6 شهور لمراتك وبنتك او عيلتك، دي فلوس 6 شهور، محدش يسالني على فلوس في حاجه تاني. انا رايح بقى هناك بشويه الفلوس اللي معايا دول هدبر حالي. آه، دي حاجة أخيرة. وبعد كده بقى لازم تحس إن أنت إمتى جاهز إن أنت تسافر، لما يكون عندك قلب. لما يبقى قلبك ده خلاص، أنا رايح ومش راجع، رايح مش هرجع إلا وأنا معايا شغل، رايح مش هخسر. لازم تبقى من جوه كده مؤمن بإن أنت هتروح تلاقي شغل، علشان أنت فعلا هتلاقي. بس لو دماغك ونت، ولا ريحت، ولا نفسك صعبت عليك، ولا كسلت، أو أي حاجة من الحاجات دي، انسى خلاص، قصه راحت. ف ده اللي انا حبيت اقوله لكم النهارده. ساعد الناس عشان الناس تساعدك، ساعد الناس عشان ربنا يكرمك. تابع القناه لو عايز، اعمل سبسكرايب. انا بنزل تقريبا كل اسبوع او كل اسبوعين فيديو، اتفرج على الفيديوهات القديمه عشان تلم الموضوع كله. وانا هعمل فيديوهات اكتر نخش في تفاصيل الحاجات القديمه دي مره تانية كده. شكرا.